السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهلي يفوز 1-0 على الهلال السوداني. وكولر بيهنج، أو كولر من الآخر هنه. نازل بتشكيلة مفيش واحد في مكانه الصحيح. بمعنى نازل بالشناوي، رامي ربيعة داري، محمد هاني ويحيى عطية الله، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، جراديشار، بن شرقي، وفي الهجوم وسام. العك الكروي بتاعه والتأخيرات في التغييرات، وعك كروي فوق ما تتخيل. عك كروي بمعنى كلمة عك. الفلس الكروي ده يجي على النادي الأهلي. هتعمل ايه قدام بيراميدز لو لعبت المباراة؟ هتعمل ايه في كأس العالم؟ كأس العالم مش دورة رمضانية رايح تلعبها. الأهلي عمل معاك كل حاجة ويجيب لك كل الصفقات اللي انت عايزها. أنا عايز أفهم انت هتعمل ايه. روح النادي الأهلي، روح الفانيلا الحمراء. فين الشراسة؟ انت لعبت قدام زد، اتهزمت 3-1 في مباراة ودية. فين الشراسة الهجومية اللي عندك؟ في شوية لعب بساط، هات وخد. هدف محمد هاني جه، انا اقدر اقول لك ما جيش عن طريق هو كام لمسة، وجي عن طريق الصدفة لما رجع الحارس بتاعهم، رجع الكرة لورا. شاطة محمد هاني لبست في الجون. لكن انت هيكون عندك فكر شوية. انت ابتديت الموسم كلها تك 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 تك، وبعد كده ريحت. مش كده يا عم. وبعدين جايبين حكم، ايه الحكم ده؟ ايه الحكم الافريقي ده؟ حكم بلطجي اسوأ من السيء. ده مش حكم. ده كان جرب يطلع بيشلم وموجود محمد هاني بيشلم في وشه. هيسحب السنجة ود محمد هاني. ايه ده؟ وبرود السودانيين، يعني برود الهلال السوداني ده شيء، يعني استغفر الله العظيم، برود فوق ما تتخيل من برود اللعيب ده. اه، وشي ودني ايه ده؟ مش كده. المباراة يعني انت جبت هدف يعتبر في الدقائق الاولانية من الشوط الاول. فينك في باقي الشوط الاول؟ فينك الشوط التاني؟ في ان مش عارف انا. مفيش اي جملة اتعملت في المباراة غير كله تضييع وانانية من امام بن شرقي، كله انانية فوق ما تتخيل. مفيش كرة راح على وسام كويس، حتى وسام مش في حالته اساسا. يعني مش فاهم. ما انا اخلي اساسا يا عم اسحب وسام من بداية الشوط التاني. اسحب وسام وانزل حسين زي ما نزلته. اسحب اكرم وانزل قفشة. انزل عمرو السولية. لكن كل واحد عامل اللي فيها ان هو شويط ويشوط الكرة وتروح. ده الكرة جت في وشي وانا قاعد يعني. هي الفلس الكروي ده اللي عندي. والله فلس كروي. فلس كروي. ايه ده؟ عم كولر، يا كابتن محمود الخطيب، حد المفروض يتكلم مع كولر. هتكمل على اللي انت فيه ده، يبقى شوف لك مصلحة تانية. ده اللي اعرفه. شوف لك اي فرقة تانية امسكها، واحنا نشوف يا عم مدرب يطلع بينا كاس العالم، يأدي اداء كويس ويعمل معانا نتائج كويسة. لكن بالاداء ده اقسم بالله احنا بنلعب حتى في دوري المظالم. مش كده يعني. كولر يعني مش عقله، مش فيه عنده عروض طيب بيدرسها، مش فاهم يعني.
ودي مش اول مباراة، ده كذا مباراة يعملها، دي كذا مباراة يعملها، كذا مباراة يلعبها بنفس الطريقة ونفس الشكل ونفس الأداء السيء ونفس النتيجة السيئة ونفس كل شيء. ما فيش مباراة من فترة حاسس إن ده النادي الأهلي، ده مش النادي الأهلي. هي فزت 1-0 وهتروح تلعب، يا إما هيكون في ليبيا يا إما هيكون في موريتانيا. وهم بيلعبوا أساسا في موريتانيا الهلال السوداني. فين اللي أنت عملته؟ فين الجديد اللي أنت بتقدمه كله؟ أنت ابتديت تعك، مش ابتديت، أنت أساسا بتعك. يلا يا عم، شوف مصالحك بدري بدري، احنا مش بنستحمل الحاجات دي. شوف مصالحك يا سيدي، وشوف لك روح السعودية يا عم. يا عم احنا جماهير مش بنستحمل الأداء السيء ده ولا النتائج السيئة دي. انت عملت كل شيء خلاص وخدت الزهوة بتاعتك، خلاص لازم في تجديد عاد، انت داخل على 3 سنة معانا. مش كده، انا مش بهايمك، اعدل من نفسك، اعدل حالك. احنا كجماهير لأن مش بنستحمل الأداء المعفن ده أساسا. نسيت اقول لكم لايك وشير واشتراك في القناة. وانا بما يرضي الله مش قادر اتكلم عشان خاطر ان هو اساسا المباراة نفسها عصبتني وكولر عصبني، يعني مش فاهمه اساسا، والله العظيم ما بقيت فاهمه. هو بيعمل كده ليه؟ او هو عايز يمشي ومش فاهم، مش فاهم هو عايز ايه اساسا. دمتم في امان الله، السلام عليكم.